القضبان. والرابع الذي حرض السنغاليين لا زال في التحقيق، مما تبين أنه هو شقيق مساعد المدرب السنغالي. مساعد المدرب أصله جزائري. وعلى المغرب شي ظلم. أنا غادي نوريكم كل واحد وبشحال ضربوه. غادي نبداو بلا بوبو. لا بوبو من بعد ما سب المغاربة في فيديو استفزازي تمت إدانته ب3 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم اللي هي بالجزائرية 1,150,000 سنتيم جزائري. والتهمة ديالو هي الإخلال العلني بالحياء والتفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة. ها هو الفيديو. أنا رايح ندير بيبي الحيوانات خاوتي. وندوزو دابا لهذا اللي مشى حدا لاكار ديال مراكش، شرب شويه ديال الكول ومشى بدا كيهلل تما وكيسب في المغاربه والمراكشيين. هذا سيدي ضربوه ب7 شهور. ضربوه ب7 شهور ديما كوكا. حنا ظلمناه. هانتوما شوفوا الفيديو. إسرائيليين مراكشية ليكم ماتكم مراكش. ودابا غادي ندوزو لبلال اللحيه. عقلتوا عليه، عنده جنسيتين، الجزائريه والبريطانيه. هذا شنو دار؟ هز الاوراق النقديه المغربيه ويمزقهم امام الجميع وامام الكاميرات. هذا حكموا عليه ب8 شهور. 8 شهور. وبسبابه الكاف خرجت غرامه ديال 50,000 دولار اللي هي 50 مليون مغربيه، وبالجزائريه مليار و150 مليون سنتيم. ستدفع 100,000 دولار كغرامة فرضها الاتحاد الافريقي. واش المغاربه ظلموه؟ اكيد لا، ما ظلموش. شوفوا الفيديو. نرجعوا دابا للمشجع الرابع اللي هو كان مع السنغال وكان كيحرضهم. مصادر إعلامية كتقول أنه أخ مساعد المدرب السنغالي. وأنا شنقول علاش المدرب السنغالي اللي جا من طنجة هو تيبكي؟ لا استقبال، لا طيل زين، لا ماكلة زينة. هنا ورقها ملي بدا كيقارن الشان مع الكان، جاب خوخو لبوعو. شوفوا علاش عجبو الشان، حيت مولف بكيران ديال تيندوف، مولف بملفوي ديال درهم، ومولف بالفوتويات مقطعين. نعم، الشخص الذي يحب المستنقع لا يحب أن يعيش في الحضارة. هذا المساعد الجزائري اللي هو مساعد مدرب السنغالي هو اللي دار هذا الشيء كامل، حيت ذاك المشجع اللي هو الأخ ديالو قال لك جئت لمساندة أخي كما كيتبين في التقرير هذا. وانا كنقول من المكالمات خدامين من هنا لهنا. الو رونتي القضيه؟ وشتو المؤامرات ديال بصح راهما هادو، وقريبا غادي يبان كل شيء. وديو معكم هذه لحد الساعه الفيفا مازال ما هنأتش المنتخب السنغال. وراك على سويفغ يوصلك الجديد. ما تنساش دير